السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم جمهور الأهلي. يعني قلنا كده نطلع نهني ونبارك كده ونبارك لأنفسنا إن الزمالك النهاردة خسر 3-0 من فاركو. مش عارفين يعني مين اللي بيدرب الزمالك لحد دلوقتي. احنا شايفين فيريرا قاعد على الخط، وأسامة نبيه هو المدير الفني، وقاعد بيتفرج من يعني انا مش عارف يعني انا اقول ايه. يعني كان تقريبا اللي بيقولوا مورينيو تقريبا على فكره كان صح. يعني مفيش مدرب محترم في العالم، عمرنا ما شفنا مدرب محترم في العالم اجنبي يقعد في دكه التدريب، ويقعد على الدكه كده ويستنى المدير الفني اللي قدامه ان هو يعني هو اللي يدرب وهو اللي يقود الفريق. عمرنا ما شفنا ده. لو راجل محترم عمره ما هيعمل كده. يعني لو راجل مدرب عالمي زي ما هم بيقولوا، ولا بروف، ولا الكلام العبيط اللي هم بيقولوه ده، عمره ما هيقعد على الدكه كده ويخلي اسامه نبيه هو اللي يحرك الفرقه وهو يقعد يتفرج عليه. طبعا يعني شفنا يعني فاركو ماتش عالمي. طبعا طارق العشري معروف من زمان وبيحجر مع الفرق الكبيره. شفنا ماتش تاريخي لفاركو. فرقة الزمالك ما جاتش النهارده. الدفاع بتاع نادي فاركو دفاع صلب جدا. رامي صبري ومعاه واحد افريقي كده هفتكر لكم اسمه، بس ولد محترم جدا. الفرقة يعني النهارده كانوا ابطال ودفعوا عن مرماهم ببسالة. وفي الاخر بقى طارق العاشر نزل المفاجأة بتاعته سيف تيري ده. يعني زي ما الراجل قال كده، سيف تيري هنري. الراجل اخد دفاع الزمالك كله رايح جاي، خلص من ثلاثة ورقص الرابع وراح ضاربها العواد في نص الجون. الجون الثالث في الدقيقة 93. ملوك يعني بقوا كده كأنك لبست الأهلي كده ونزلته يلعب الماتش ده. ملوك الدقيقة فوق ال 90 93 جابوا الجون الثالث. الصراحة يعني يعني كل مرة ما يعني كل يوم ما بيثبتوا لنا ان يعني نادي الزمالك ده والناس اللي بتطلع تتكلم على لسانه لا يفقهوا اي شيء. بيقول لك الدوري المصري اقوى من كأس العالم للأندية. لا انتوا عارفين تكسبوا الدوري المصري، ولا انتوا عارفين توصلوا لكأس العالم للأندية. يعني انتوا لا عارفين توصلوا لده ولا عارفين توصلوا لده. انتوا يعني بأمارة ايه ان انتوا بتقولوا ان انتوا الدوري المصري اقوى من كأس العالم للأندية؟ اهو اديكوا خسرتوا من فاركو. يعني فرقة يعني متزيلة تقريبا الدوري او يعني شبه يعني معدمة. كسبتكم 3-0 مع الرأفة. يعني حاجة يعني مش قادر اتكلم، مش قادر اقول. كل يوم في حاجات غريبة. وكل يوم الراجل المختل بتاعهم ده حنفي ده يروح عشان يتحايل على وليد العطار يأيد له اللعيبة. وفي الاخر بعد كل ده وبعد التسريبات وبعد الكلام ده كله برضه ما يتأيدلوش اللعيبه. ولسه لحد دلوقتي جمال علام رئيس الاتحاد رفض التأييد بتاع الاتنين لعيبه بتوعه. الحاجه التانيه بقى اللي مضحكه جدا، موضوع اتنين قال لك هنجيب اتنين مديرين فنيين عشان يقعدوا على الخط عشان نكسب فاركو. وفي الاخر طارق العشري ضحك عليهم وكسبهم 3-0 مع الرأفة. فيعني كانت حاجة نكتة الموسم، ومحدش كان يتخيل ان فاركو. يعني انا كنت بتكلم مع الزملاء الاعزاء يعني، وكنت قلت ان فاركو لا مش هتعمل حاجة وبتاع. وفوجئت الصراحة ان هي يعني جيت لقيت الماتش 2-0. وكملت بقى الشوط التاني. لا يعني الصراحة النهاردة فاركو عملت انجاز. وطبعا هم يعني زي ما قلنا ان يعني ما عندهمش هجوم خالص. سيف الجزيري ده مش فالح غير ان هو يختص، غير كده ما بيعرفش يلعب خالص. مش فالح غير ان هو ياخد بلانتي بس. طبعا الحكم حاول ان هو يعني يعمل العمايل بتاعتهم التعبانه دي. كرة تبقى طالعه يعني ضربة مرمى يحسبها رمي التماس. ورمية التماس فرقة تلعبها بتاعت فاركو يحسبها للزمالك اصل مش من مكانها. وكور بتاع ده فاول مش فاول، ويدي في انذارات لبتوع فاركو. برضو شوية الشغل اللي انتوا حضراتكم فاهمينه ده وعارفينه. بس للأسف الشديد يعني في الآخر أحرج وما لقاش أي حاجة. لأن طبعا لعيبة فاركو فاهمة وطارق العشري فاهم. خلي بالكم يا جماعة بالبلانتيات، خلي بالكم من الغطاسين زيزو و... وسيف الجزيري. فسيف الجزيري وقف له المدافع الافريقي ده، خلاه يعني ايه، ولا عارف يقع ولا عارف يلف ولا عارف يمثل. هو وزيزو في الاخر اخدوا طلعوا من مولد بلا حمص. طبعا النهارده هنشوف الصراخ بقى والعويل والكلام اللي بالكم
منه ده يعني كتير، وهيطلع بقى حنفي يقول لك العفاريت وجامايكا. طب طارق العشري بقى وفرقته ايه علاقتها بالعفاريت وجامايكا؟ بره بقى القصه، انت رحت لعبت في اسكندريه اهو، ما ملهاش علاقه باي حاجه خالص. انت كنت بتقول استاد القاهره الاهلي عامل فيه عم، طب استاد اسكندريه كمان تحب تلعب فين يا حنفي؟ تحب نلعب لك نحجز لك في مركز شباب ليفربول تلعب فيه؟ يعني شوف بقى انت عايز تلعب فين كده، اديك اهو عمال بتخسر هنا وهنا 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 علشان ما يبقاش عندك حجة. وبدل المدير الفني مقعد اتنين ما شاء الله، يعني الاتنين اوكس من بعض، سواء ده ولا سواء ده. في الاخر اسامة نبيه بيطلع مصطفى شلبي وبينزل ابنه بابا بيلعب في فرقة بابا، فرقة ابن فاروق جعفر وابن أسامة نبيه. وان شاء الله هيودوا الفرقه ورا مصنع الكراسي هما ومرتضى منصور، علشان يعني ايه الجمهور يفضل مؤيد حنفي ده. انتوا يعني حلكم ان انتوا تمشوا حنفي، لو ما مشيتوش حنفي يا جمهور الزمالك هتفضلوا في الخيبه اللي انتوا فيها دي، وهتفضلوا تخسروا ماتش ورا ماتش ورا ماتش ورا ماتش. هو ده حلكم الوحيد، ان انتوا تمشوا حنفي، غير كده هتفضلوا ماتش ورا ماتش تخسروا. طبعا بعد بكره ان شاء الله الماتش بتاع ريال مدريد والاهلي، نتمنى التوفيق للاهلي. وشفنا امبارح الماتش بتاع ريال مدريد وريال مايوركا، ريال مايوركا كسبت 1-0. يعني فرقه ريال مدريد مش واقفه على رجليها قوي، بس طبعا يعني مش عايزين برضو ندي الامل، ومش عايزين برضو نقول ان احنا يعني هنبقى زي ريال مايوركا. لا طبعا احنا يعني برضو الفرق الاوروبيه غير الفرق المصريه طبعا. في فرق في السرعات حضرتك، وفي فرق في الامكانيات، بس يعني نتمنى من الله ان يعني ايه نلعب على الحاله النفسيه لفرقه ريال مدريد، خصوصا ان عندها مصابين كتيره وجايه من خساره. فيعني احنا بنلعب على العامل النفسي اكتر، بس هم برضو عايزين دفعه قويه للامام علشان خاطر يرجعوا يستعيدوا توازنهم تاني. فهي الصراحه مباراه هتبقى مباراه تحدي، يعني انت بتلعب على الحالة النفسية أكتر، وبتلعب على إن أنت كسبان، وهما بيلعبوا علشان يطلعوا من عنق الزجاجة. فالماتش مش سهل يا جماعة، والماتش مش حاجة يعني هينة. أنت بتلعب برضو قدام ريال مدريد، ده بطل دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال أوروبا. فالموضوع مش سهل يعني. طبعا كولر امبارح يعني كان بيتكلم بعنف مع اللعيبه، وكان قال لهم تقعدوا تتفرجوا على الماتش بتاع ريال مدريد وريال مايوركا، وتقعدوا تشوفوا كل واحد فيكم يمسك اللعيب بتاعه ويقعد يكتب كده، يشوف نقط الضعف ايه ونقط القوه ايه، ويشوف كل لاعب بيلعب ازاي وطريقه لعبه ازاي. وبعد الماتش هنقعد مع بعض ونشوف كل واحد كتب ايه. الراجل يعني ايه مش ساكت، والراجل خلاص قال يعني مش مفيش حاجة اسمها تتكلموا في الإعلام، ومفيش حاجة اسمها تتكلموا مع الصحفيين. وقفل على نفسه وقفل على الفرقة، علشان خاطر الماتش الجاي ده ماتش يعني حياة أو موت بالنسبة للنادي الأهلي. الأهلي زي ما عرفنا من كابتن الخطيب ومجلس الإدارة وكولر، الأهلي يا جماعة مش داخل السنة دي علشان ياخد تالت زي كل سنة. الأهلي هيقاتل السنة دي علشان يحاول إن هو يخش المباراة النهائية. فالموضوع يعني صعب، والموضوع يعني احنا منتظرين الماتش بفارغ الصبر، لانه ماتش هيبقى صعب ومش مش ماتش سهل يعني. ونتمنى من الله التوفيق زي ما وفقنا في الماتشين اللي فاتوا. طبعا ربنا سبحانه وتعالى برضو ليه طبعا يعني القدر الكبير من التوفيق، وان هو يوفقنا في الماتش الجاي. ويعني ربنا ان شاء الله يحط كده في دماغ اللعيبه الذكاء، ويحط فيهم يعني ان هم يبقوا حريصين زي الماتشين اللي فاتوا كده، ويركزوا ما حدش يشت، ومحدش يعني يقع مننا. فربنا يسهل كده الماتش الجاي ان شاء الله الدنيا تبقى حلوه يعني، ونقدر ان احنا ننافس. لو لا قدر الله يعني الماتش ما جاش معانا، او يعني دخل فينا جوان او كده، نلعب بقى ماتش للتاريخ، ونلعب بقى ماتش يعني ند لند، ونحاول نثبت للعالم كله ان احنا ند ناشف وند قوي لفرقة ريال مدريد يعني. طبعا
ان شاء الله يعني هنتقابل في الحلقة ان شاء الله بعد الماتش بتاع ريال مدريد بإذن الله. وربنا يسهل كده، بارك لحضراتكم في الماتش ده يعني. طبعا مش هنسى اقول لحضراتكم برضو نفس الكلام اللي طلع على موضوع برونو سافيو، وان هو طلع وقال الموضوع بتاع ان هو طفش اللاعب اللي اسمه سوزا، وحصل الموضوع ده وهو السبب في الموضوع. الكلام ده اتكذب اكتر من 20 مرة، والمجلس الادارة طلع وكذب الكلام ده، وسيد عبد الحفيظ طلع وكذب الكلام ده. وحتى كابتن عادل القيعي طلع وقال ان الراجل سوزا يعني طلب حاجات غريبة، والسمسار بتاعه طلب 500 ألف دولار، وهو طلب ليه عربية شخصية، وطلب ليه بدل سكن ياخدوا فلوس، وهو بقى يشوف السكن اللي هو عايزه. فطلبات غريبة، طلبات بره أوضة لبس النادي الأهلي. مش هتجيب حد زي ده يبوظ لك أوضة اللبس جوه، لأن أنت عندك لعيبة يعني بتلعب جوه النادي الاهلي بقالها فتره كبيره، ومستنيه تعديل عقدها، ومستنيه ان الاهلي يقدرها تقدير كويس، لان في منهم كتير جالهم عقود زي محمد الشناوي جاله عقود كتيره من فرق كتيره، وزي علي معلول. الناس دي مقدره النادي الاهلي، وعارفه هي بتلعب فين، وعارفه ان هي بتلعب كل سنه في كاس العالم للانديه. كفايه ان هم يعني العالم كله بيشوفهم، فعارفين انهم بيلعبوا فين. بس برضو التقدير المادي ده ما يعني ملوش علاقة بأي حاجة، لأن أنت في فرق يعني بتصطاد في المايه العكرة كتير، وعارفين الكلام ده من زمان. فيعني كولر كان حدد اتنين، سوزا والتاني اللي هو جاكسون موليكا، بس الاتنين للأسف المغالاة في طلباتهم خلت النادي الأهلي يعني يرجع في الموضوع ده في الصفقتين. وهو الراجل قال لو ما جاش حد من الاتنين دول يبقى خلاص نستنى للصفقات الصيفية، نشوف حد تاني وكده. الحمد لله ان احنا مش بنفكر في حاجه في الدوري المصري، لان الدوري المصري ما فيهوش يعني ما فيش حاجه في صفقه سوبر تقدر ان انت تجيبها للنادي الاهلي. الصفقات كلها يعني والمهاجمين كلهم تعبانين. وزي ما شفنا قبل كده يعني جبنا ناس كتيرة قوي من الدوري، بواليا وجبنا شادي حسين، جبنا حتى الافارقه ما نفعوش. مش اي لعيب يلعب في الاهلي والزمالك. زي ما شفنا بواليا جو، وللاسف ما حلفلوش الحظ، كان متالق في نادي الجونه، وجا في النادي الاهلي للاسف ما عملش حاجه يعني. فنتمنى بقى ان محمد شريف يعني الحمد لله اهو فايق شويه في كاس العالم، بدأ يجيب جوان في الماتش الاولاني جاب، في الماتش التاني ما حلفلوش الحظ. كهربا برضو يعني كان لعب في الماتش الاولاني كويس، الماتش التاني برضو يعني ما كانش حلو قوي، بس يعني برضو الفرقه اللي هي بتاعت سياتل ما كانتش سهله، لانها فرقه يعني سريعه وبتقفل سريع. كنا يعني كنا سامعين تحليل وكلام من ناس كتيرة ان الدفاع بتاعها ضعيف، بس فوجئنا ان الدفاع بتاعها ما كانش ضعيف خالص، بل بالعكس الدفاع بتاعها كان قوي، وكان كان ند قوي يعني. بس الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نعدي عقبة سياتل، ودخلنا في العقبة الاكبر منها عقبة ريال مدريد. نتمنى من الله ان احنا نعدي العقبة دي، والاهلي كتب اسمه في التاريخ، وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا في الموضوع ده. خصوصا ان يعني الناس عملت كل اللي عليها، وبتعمل ما في وسعها، ان المجلس الاداره كله مع النادي الاهلي في المغرب، كابتن خطيب وكابتن عمرو فاروق. وبمناسبه برضو الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها لحضراتكم، طبعا كانوا بيتكلموا ان الاتحاد الكوره ان في فلوس متبقيه على الانديه، والموضوع بتاع الفلوس اللي الاتحاد الكوره عند الانديه علشان القيد. امبارح كابتن عمرو فاروق طلع مع امير هشام في الرياضه اللي هي قناه النهار رياضه، او برنامج رياضي على قناه النهار، وقال ان الكابتن خطيب اهتم بالموضوع بتاع تسديد المستحقات، وفعلا سددوها. فالاهلي معلوش ولا جنيه لاتحاد الكوره، بدليل ان هو ايدي القندوسي. يعني القندوسي جاء قبل قفل القيد بيومين ثلاثه. لو كان اتحاد الكوره ليه فلوس عند النادي الاهلي ما كانش ايد القندوسي. احمد القندوسي اتأيد يوم تقريبا 28 او 29 يناير، فالموضوع منتهي.
ومفيش بقى كلام يقول لك الناس زي ما كنت تقول لك عليك عليكم زي علينا. لا، الاهلي ما بيبقيش. وثانيا الاهلي فيه فلوس، يعني الاهلي عنده ما شاء الله مليارات، مش بيسرق فلوس الاشتراكات وبيسرق الفلوس بتاعت النادي زي مرتضى وعصابته وعياله. الحمد لله النادي يعني ميزانيته معروفة. والنادي الاهلي على طول بيجي يفتش عليه الجهاز المركزي وبيفتش عليه النيابه الاداريه. ولما حصلت مشكله شوال الرز وقال لك ان النادي الاهلي واخد الساعات واخد وعامل وكاله، جم الناس من النيابه الاداريه وحققت وطلع ولقوا الحاجه في خزانه النادي الاهلي، وكل الحاجه اتحولت لتحيا مصر. النادي الاهلي طول عمره نادي جماهيري، ونادي بيصرف على كل حاجه من فلوس النادي. مش محتاج اي حد، مش محتاج اي رجل اعمال، مش محتاج الكلام الفاكسان ده ان حد يصرف عليه. الكلام ده في الانديه التانية والانديه التعبانه والانديه اللي بتخسر 3 من فاركو مع الرأفة. الكلام ده مش عندنا، وفرقتنا طول عمرها محترمه. ان شاء الله هنتقابل باذن الله، وهني حضراتكم باذن الله بعد ماتش ريال مدريد. وما تنسونيش بقى حضراتكم باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.